في مرة من المرات قابلت واحد مدير تسويق كبير في توكيل عربيات، وقال لي انت عارف ايه اكتر حاجة بتعمل ماركتنج لاي عربية في السوق؟ قلت له ايه؟ قال لي العربية الناس تشوفها ماشية في الشارع، دي اكتر حاجة تعمل ماركتنج او اعلان لاي عربية في الدنيا. عشان كده من اهم التقارير ان الواحد بيبص عليها كل شهر تقرير نسبة الترخيص الفعلي اللي العربيات بتبقى ترخصته في الشهر ده. انا ما بتكلمش على البيع اللي الوكالات بتبيعه لبعض، انا بتكلم على العربيات اللي راحت المرور فعلا ورخصت. والتقرير ده بيبين حجم الطلب على سوق العربيات بقى عامل ازاي، ويا ترى في عربيه بدات تدي كتف كده وتخش في المراكز العشرة الاولى. وده معناه ان العربيه دي بتترخص كتير وبتتباع كتير، وبالتبعيه هتلاقي لها قطع غيار كتير، والتوكيل هيهتم بيها اكتر وهينزل منها موديلات اكتر واكتر. اول مركز معانا طبعا باكتساح العربيات المترخصه في شهر 11 عربيه نيسان، رخصت 2607 عربيه. صاني لوحدها رخصت 1878 عربيه، وسنترا 527 عربيه، وعربياتها الاكس 3 الجديده 107 عربيه، والجوك 55 عربيه بس. وده طبعا بيوريك حب المصريين لعربيات نيسان عامله ازاي. ببساطه العربيه بتيجي في فئه سعريه تعتبر اول فئه سعريه في العربيات دلوقتي، احنا بنتكلم من 600,000 لغايه 900,000 سواء الصاني او سواء السنترا. وبتقدم التوليفه اللي المصريين بيحبوها، قطع غير موجوده، عربيه موجوده من زمان، شكلها ما بيتغيرش، دورت على اكسدام هتلاقي، دورت على فانوس مش هتعطل عليه، مش هتسمع 15,000 و20,000 وليد ماتريكس ولونات زينون والكلام ده في الفوانيس. الفانوس هتجيبه ب 2000 جنيه وحاجات كده. وممكن لو رحت كارفور حرفيا تلاقي فلتر الزيت بتاعها وفلتر الهواء. فعشان كده المصريين بيحبوا عربيات نيسان، وخصوصا نيسان صاني. واللي جت بعديها وبدأنا نشوفها السنه دي كتير، وخصوصا بعد التخفيض اللي حصل على سعرها، النيسان سنترا. سعرها بقى معقول دلوقتي، احنا بنتكلم في 800 وشويه الف. عربيه تعتبر اوتوموبيل واسع مش ضيق، فتيس السي في تي بتاعها حساس شويه، بس يعتبر بقى احسن من الفيرجن القديم اللي كان نازل فيها زمان. عربيات كده محبوبه في شركات السياحه، فعربيه في المجمل برده مش وحشه. وعشان كده باكتساح شركه نيسان المركز الاول. المركز الثاني معانا شركه هيونداي بعدد 1451 عربيه، منهم الانترا بس 459 عربيه، وتوسان طبعا 507 عربيه، والانترا الايدي 185 عربيه. من هنا شايفين ان الناس لسه بتحب توسان، مع ان الفتيس بتاعها دول كلاتش ومش تبريد زيت، كمان دول كلاتش جاف وبيسخن في الزحمه، بس الناس برضو بتحب توسان. وانا بصراحه مش عارف ليه، انا شايف السبورتاج تكسبها بكتير، وحتى لو دورنا على ماركات تانية هتلاقي في ماركات تانية احسن منها برضو. المركز الثالث معانا بفرق 11 عربيه بس الام جي. ركزوا بقى عشان الصيني جاي دلوقتي. احنا بنتكلم ان الام جي رخصت 1440 عربيه، منهم 479 عربيه ام جي 5 بس، و427 عربيه ام جي زد اس، والام جي 1 رخصت 199 عربيه. ومن هنا نقدر نشوف ان الام جي زد اس ادت كتف كده للتوسان، مرخصه باعداد معقوله، عربيه رايقه حلوه وموجوده من زمان ومحافظه على الكاتيجوري اللي هي شغاله فيه، سعرها يعتبر هادي مش وحش. الام جي 5 طبعا ناس كتيره كانت بتحب العربيه دي، مع ان انا ما بحبهاش عشان موضوع في السي في تي، بس بالنسبه مقارنه ببقيه الصيني اللي بينزل فيه سي في تي، العربيه دي تعتبر معقوله مش وحشه خالص، يعني السي في تي بتاعها يعتبر مش وحش زي عربيات شيري. المركز الرابع العملاق الصيني شيري، بنتكلم في 1401 عربيه، منهم 394 تيجو 7، و337 النجم الجديد بتاعهم التيجو 4 برو، و331 اريزو 5، يعني الثلاث عربيات المشهوره بتاعتهم. التيجو 7 دي عربيه تعتبر حلوه مش وحشه، احنا بنتكلم عن التعديل بتاعها دلوقتي بقت تبريد، الفتيس بتاعها بقى تبريد زيت، عربيه حجمها حلو، المساحات الداخليه بتاعتها ممتازه، والمنظومه بتاعتها كلها على بعض كده جميله. والتيجو 4 برو احنا بنتكلم في عربيه تقريبا في حدود 800,000 جنيه، حجمها يعتبر ملموم شويه، القطع غيارها بدات تنتشر، بدانا نشوف العربيه تمشي كتير في الشارع، وبتتبع نفس المنظومه اللي موجوده في عربيات شيري من زمان، هو موتور 1500 على فتيس السي في تي. والاريزو 5 نفس المنظومه بالظبط الموجوده في التيجو برو، ونفس اللي موجوده في الاريزو 5 الفيرجن القديمه، هي بس كل الحكايه ان غيروا شكلها شويه، غيروا شكل الشبكه والتابلو، شويه تغييرات سطحيه كده. الحلو والجميل بقى والعربيات اللي بدات تثبت نفسها في السوق فعلا وهيبقى لها حصه كويسه الفتره اللي جايه، عربيات ساو ايست اللي هي تعتبر بنت من بنات شركه شيري، رخصت 1129 عربيه. هما بينزلوا 3 عربيات بس، الاس 05 وال 06 وال 07. الاس 05 رخصت 400 وشويه عربيه، وال 07 342 عربيه، وال 06 238 عربيه. يعني الناس كلها بدات تبص على الايه، على ال 05. ولو هشوفنا ارقامها هنلاقي ان هي باعت اكتر او رخصت اكتر من الام جي زد اس، ورخصت اكتر كمان من تيجو 4 برو، عشان التوليفه اللي بتقدمها على العربيه تعتبر حلوه ومش وحشه، وقطع غيارها بدات تنتشر. واحسن حاجه قلت لكم في اي توكيل ان ينزل 3 عربيات او 4 عربيات بالكتير يهتم بيهم ويعمل الشير ماركتنج بتاعهم، بحيث ما يقعدش ينزل كل شويه موديلات وتلاقي نفسه مش عارف يغطي الموديلات دي، سواء فنيين سواء كقطع غيار سواء كمراكز ختمه. توكيل ساو ايست لعب اللعبه دي، هم 3 عربيات بس بيخدموا ال3 فئات.
في المركز السادس جت عربيات جيتور بعدد 883 عربيه، وجيتور برضه يا جماعه شركه من شركه شيري عادي يعني. واخيرا ظهرت شركه كيا في المركز السابع بعدد 835 عربيه. وفي المركز الثامن اول ظهور بقى لفئات العربيات العاليه شفنا مرسيدس بعدد 766 عربيه. وفي المركز التاسع خدته برضه ماركه صيني اللي هي بايك بعدد 746 عربيه، وده عشان العربيه اليو 5 بتاعتهم اللي نزل عليها تخفيض كبير فباعت شويه الفتره اللي فاتت. وفي المركز العاشر خدته المره دي ماركه المانيه اللي هي سكودا بعدد 711 عربيه. تويوتا بدات تظهر اخيرا في المركز ال11 ب 611 عربيه، وده برضه عشان التخفيض اللي خدته تويوتا الفتره اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها. شانجان ظهرت في المركز ال12 بعد 575 عربيه بس. وفي المركز ال13 شفنا فولكس فاجن بعد 544 عربيه تقريبا. وفي المركز ال14 بدانا نشوف رينو اللي كانت فتره من الفترات الواحد كان بيقول اجيب نيسان صاني ولا رينو لوجان، كان الاثنين كده ماشيين مع بعض كتف بكتف، وكان اي حد بيحب يشتغل في تطبيقات النقل الذكي او حتى يجيب عربيه ليه للبيت كان اول عربيتين بيفكر فيهم العربيتين دول. دلوقتي احنا بنشوف رينو في المركز ال14 بقت تنزل عربيات الا فئه عاليه قوي، ده غير طبعا التكييفات بتاعتها الضعيفه، لان العربيات ال1000 سي تربو اللي ناس كتيره خايفه منها. في المركز ال15 العربيه ما بقاش تقدم فيارتي خالص، وبقت عربيه صيني اللي هي عربيات شيفروليه رخصت 455 عربيه، اللي دلوقتي ما قدمناش غير العربيه الشيفروليه الاوبترا بتاعتهم اللي الكومبوننت بتاعها او الموتور والفتيس بتاعها يعتبر ما يقارنوش بالنسبه لبقيه العربيات وخصوصا الصيني، وهي اصلا بقت ماركه صيني فما بقتش فارقه يعني. قبل ما نخش في ترخيص عربيات الكهرباء زي ما احنا شفنا اللي واخد المراكز الاولى كلها الا عربيات صيني الا عربيات متجمعه محليا، يعني نيسان صني والسنترا بيتجمعوا عندنا محلي. هيونداي ادت كتف عشان العربيات اللي بتتجمع عندنا في مصر دلوقتي اللي هي الاي دي والاتش دي بتاعتها، ولولا ان في شويه ناس كده لسه بتحب توسان. ام جي وماركه صين والام جي 5 برضه بتتجمع عندنا. عربيات شيري طبعا سواء التيجو 7 ولا التيجو 4 برو ولا ريزو 5 كل ده بيتجمع عندنا، وعربيات صيني فنازله باسعار حلوه وكماليات عاليه فبتنافس في السوق جامد. واللي كان مفاجاه شركه ساو ايست اللي هي منزله 3 عربيات بصراحه امكانياتهم ممتازه وبتحاول تاخد ماركت شير عالي في الفئه دي اللي هي تحت مليون جنيه. مرسيدس في المركز الثامن ده طبيعي عشان مرسيدس دلوقتي هي ابو العربيات اللكجري، الناس اللي بتحب تبقى رجال اعمال، الناس اللي بتحب الواجهه الاجتماعيه، كل اللي بيقول لك مرسيدس. فمرسيدس يعني مش هنعرف نقارنها بحاجه في الفئات العربيات دي. اما سكودا اللي كانت تعتبر عربيه من عربيات الفئات المتوسطه دلوقتي خلاص بقت من عربيات الفئات العاليه، خصوصا ان سعرها بقى معدي المليون وشويه، سواء الكودياك او سواء حتى الاوكتافيا بقت لفئه معينه من الناس، فعشان كده برضه بقت فئه العربيات اللكجري. اما المركز ال11 تويوتا 611 عربيه، وانا اعتقد ان هم كلهم اصلا تويوتا كرولا، فلو جينا نقارن كماركه عربيه بس تعتبر في الخمسه الاوائل، فتعتبر تويوتا كرولا بعد التخفيض اللي خدته بقت كويس مش وحش. خش بقى على عربيات الكهرباء. بي واي دي 429 عربيه، وده طبيعي مع ان بي واي دي ملهاش وكيل في مصر، بس بتقدم فيرايتي كتير من العربيات. عندك السيجل وعندك عربيات تانية كده غريبه زي السونج ال والعربيات البليت باتري بتاعتها، مع ان كان في مشكله بسيطه في عربيات البليت باتري دي وعملت عليها فيديو قبل كده برضه، يا ريت تبقى ترجعوا له. بس شئنا ام ابينا بي واي دي هو رقم 1 في ترخيص العربيات في مصر، هنتكلم في 429 عربيه. رقم 2 بنتكلم في عربيات زيكر، بنتكلم في 94 عربيه. نيسان ومرسيدس في المركز الثالث بعدد 87 عربيه، هما الاثنين نفس العدد. المركز الرابع خدته فولكس فاجن 79 عربيه، العربيتها طبعا مشهور الاي دي 4. في المركز الخامس شفنا بي ام دبليو 75 عربيه، وفي السادس عربيات روكسي الضخمه الكبيره دي بعدد 56 عربيه. توكيل دونج فينج اللي نزل كذا عربيه مع بعض، انا صراحه كنت معترض على الموضوع ده، رخص بس 40 عربيه. في المركز الثامن بقى احنا بنتكلم في 36 عربيه اللي هي شركه افاتار، ديبال وشاومي والحاجات دي كلها ارقام مبيعاتها قليله جدا. ده معناه ايه؟ ده معناه ان بي واي دي واخده شير ماركت كبير عندنا في السوق، وانا اتمنى ان نشوف توكيل رسمي كهرباء لبي واي دي وينزل عربيات فعلا تكون واخده ضمان. يعني عربيه البي واي دي السيجل دي عربيه ممتازه، والسونج ال عربيات ممتازه، الفولكس فاجن الاي دي 4 ما بنشوفهاش برضه عندنا في مصر. ليه؟ احنا عايزين توكيل رسمي ياخد العربيات دي ويشغلها، خصوصا العربيات اصلا بايعه كويس وموجوده في الشارع كتير، فلما تنزل تبع توكيل بضمان دي حاجه هتبقى كويسه جدا للعربيات دي. عربيات روكسي الضخمه الهايبرد دي برضه واخده فئه كويسه مش وحشه. ودي كانت نظره سريعه على العربيات اللي اترخصت في شهر 11، يعني تقريبا اخر السنه عندنا، وان شاء الله على اخر السنه نجيب لكم تقرير بكل العربيات اللي اترخصت طول السنه اللي فاتت، وده يورينا برضو السوق الناس بتحب ايه او بتميل لايه، او ايه العربيات اللي ماشيه في الشارع وهنشوفها موجوده وليها قطع غير الفتره اللي جايه. وبس ده كان كل حاجه النهارده، يا ريت استفدت الفيديو تعمل شير ولايك والحاجات الحلوه دي، واشوفكم الفيديو جاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.